بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن شركة ديدي. شركة ديدي غلب حمارها. شركة ديدي مش عارفة تعمل ايه. الناس اليومين اللي فاتوا دول حست ان اسعار ديدي قلت قوي. يعني انتوا كنتوا شايفين ايام ما ديدي كان زيرو عمولة وكان شغال كويس وكان نسبة كويسة وكانت الدنيا زي الفل وكانت الاسعار ضاربة في السماء، ونقول احلى ابلكيشن ديدي وكنا نعمل منه احلى فلوس، وقلنا وقف اوبر وشغل ديدي وعروض ديدي وحوارات ديدي. بعد كده ديدي قلب على ايه؟ على قصة فليكس، وبدأ ينزل الاسعار ووقف الليميت بتاعه وما بقاش تقدر تزود يعني رقم كبير وحاجات زي كده، وعمل مشاكل. وبعد زيادة البنزين ديدي قل، يعني قل خالص، اسعاره قلت خالص، بقينا ناخد رحلات اسعار ضايعه خالص. مش هي دي الرحلات او الاسعار اللي كانت قبل زياده البنزين. يعني احنا بنعلي ولا بننقص؟ دي نقصت خالص، وعامله موضوع ال 5% و7% والكلام ده كله، والناس كلها بتطلب فليكس. وهي قعدت عملت الاعلان المعفن اللي هو بتاع ثابت ومش ثابت، وعملنا عنه فيديو والكلام ده. فدي غلب حمارها، مش عارفه تعمل ايه. تخيلوا دي وصلت المرحله بتاعتها لايه؟ ان هي بقت عامله فليكس. بص كده، بص كده فليكس اللي جاي لي ازاي. امبارح بالليل جايه لي رحله فليكس، بص عامل ازاي. عمل لك زي وصلني وكتب لك فليكس نقدا ولازم تقبل، بس هو جايب لك ايه؟ انت غير مسؤول. ومش حاطط لك السعر. يعني وصلت لايه؟ ان هو عاوز يجرب مع الكابتن. هو لو ما حطش السعر ولو ما حطش الصافي بتاعك قد ايه، وما حطش زياده اسعار، انت هتقبل ولا لا؟ هو بيختبرك دلوقتي. فدي غلب حمارها، بتحاول تجرب في كل حاجه، بتجرب فيك كل حاجه. ان هو بص جايب لك الاوردر عامل ازاي. مفيش خالص، جايب لك اوردر بيشوفك انت هتجرب، هتقبل الرحله، طب مش عارف ايه. فانت خليك صاحي مع الشركات دي. الشركات دي لو طالت تحط تفرمك تدعكك هتفرمك. الشركات دي بتاخد مصلحتها وبس. الشركات دي عاوزه تبقى هي رقم واحد على قفاك انت، فانت خلي بالك. بص الاوردر جاي ازاي، ده فليكس. ازاي فليكس يا جدعان؟ زي فليكس معروف ان بيجي لك اسعار زي كده. ده فليكس اللي احنا عارفينه، وبتزود وفي قلم ومفيش اي مشكله. لكن ده فليكس، ده فليكس ازاي؟ انا مش عارف. وبص بقى كابتن باعت لي النهارده الصبح الفليكس الجامد ده. بص الفليكس الجامد ده، بص جايب لك فليكس زي وصلني، اللي هو اوردر زي وصلني ندوس عليه ومالوش اي حاجه. بس هو يعني تعرفه منين؟ من كلمه فليكس ونقدا برضك. كلمه فليكس اللي مكتوب فوق دي العلامه بتاعته، وفوق كاتب لك انت غير مسؤول عن ان انت لو ما قابلتش يعني. فده الفليكس. فهم غلب حمارهم مش عارفين. والكابتن واخد ايه؟ واخد اللي هي خدمه ال 5%. فيعني الناس دي في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ انتوا بتستهفئونا، بتستعبطونا، فاكريننا هبل، فاكريننا عبط. الكباتن دلوقتي او اللي شغال في النقل الذكي عامه بقى راجل فاهم. بقينا الحمد لله وعينا الناس، وبقى الناس كتيره واعيه وفاهمه، وما بياخدش اوردر الا لما بيشوفه ورايح فين وجاي منين وبيعمل ايه والكلام ده. فيا ريت رساله لشركه ديدي، ما تستعبطيش الناس، ما تفتكريش الناس المصريين دول عبط هبل. يعني هو خلي بالك اللي عامل الكلام ده كله واللي بيشتغل على السيستم دي كلهم مصريين، بس الشركه الام بره. فاحنا عاوزين نفهم الشركات دي ان انتوا ما تستعبطوناش، ما تستهبلوناش. ده احنا دلوقتي كنا بنقول ده رحلات دي احسن رحلات واحسن من رحلات اوبر ومش عارف ايه. طلع ان رحلات اوبر دلوقتي في الوقت الحالي لو قارنتها برحلات دي وانت مش واخد 5% ولا واخد اي حاجه، رحلات اوبر اعلى. تخيل انت اوبر اللي كنا بنتريق عليه ونقول ده دلوقتي بقى اقل من دي ساعه الزيرو عموله، ساعه مش عارف ايه، بقى دلوقتي الصافي بتاعه اعلى من دي. تخيل. فالموضوع بقى غريب مريب. السوق بتاع النقل الذكي ده بقى حاجه تحزن وما تفهملهاش هي ماشيه ازاي. في كباتن كتيره جدا اليومين دول بتجري ورا دي وعملت بونص 1500 جنيه. حد سمع عنه؟ نزل ناس كتير قوي. 80 رحله ب 1500 جنيه، ناس كتيره والله العظيم. ثلاثه كان معانا واحد بيشتغل على دي. اخي اي رحله يا عم، ده اسعار تعبانه. ده بص على الرحله، طب قدرها. يقبل الفليكس بسعره ليه؟ عشان 1500 جنيه. عارف انت صوره الحمار اللي هو بيحط لك الجزره وماشي الحمار ورا الجزره؟ هو دي بتحاول الكباتن بعده بتحاول تقربهم. اقبل فليكس واشتغل واعمل ومش عارف ايه عشان تاخد 1000 ونص. طب ما انت لو حسبت ده كله والصافي الربح والكلام ده، هتلاقي ان ال 1000 ونص هم خدوهم منك من قبل ما يديهم لك. فيا جماعه اعقلوا الموضوع واشتغل صح. والفكره كلها ان انت لما بتاخد رحله رخيصه او بتاخد حاجه فليكس او بتاخد الكريم اللي قلنا عليه والكلام ده، انت بترخص نفسك. انت بتضر نفسك اولا وبتضر الكابتن اللي هيجي بعديك. العميل يجي يقول لك بعد كده انت بتقبل ليه؟ الناس فاكره ان السعر اللي بيطلع لها ده في فليكس او في ان درايفر او في اللي هو جو على كيفك بتاع كريم سعر اساسي. ده اساسي بتاع الشركه، وانت لما تزود عليه انت ظلمته وخدت حقه وتاجرت بيه ومش عارف ايه.
يا جماعه هو الشركات عامله مزايدات، زي انت بتروح تشتري حاجه من محل، يا المحل ده بيبيعها ب 10 جنيه، ده بيبيعها ب 12 جنيه، ده بيبيعها ب 13 جنيه. هو جايب الحاجه بسعر معين ومقدرها بسعر معين. انت برضك راكب عربيات، واحد راكب عربيه كويسه، واحد راكب عربيه على قدها، واحد بيقول لك انا مش مهم، انا موظف باخد اي طريق اي مشوار في طريقي، لكن هو مش سعر موحد على الناس كلها. السعر موحد بقى والكلام ده في شركات اوبر، في اللي هو جو بتاع كريم، بتاع وصلني، بتاع دي سعرات سعر موحد على الناس كله، والفئه دي بكذا والفئه دي بكذا، وكومفورت بكذا وسيفر بكذا واكس بكذا ووصلني بكذا. دي حاجه موحده ما نقدرش نلعب فيها عشان الشركه هي اللي محددها، ولا لو عجباني اقبلها مش عجباني ما اقبلهاش وخلص الموضوع على كده. بس انا حبيت بس اعمل فيديو اوعي الناس، عشان الناس كلها اليومين دول متضاربه في الموضوع ده، وفي ناس شغاله وخلاص على الله مش فاهم اي حاجه، فبنحاول نفهمهم عشان اليومين دول الكباتن بقى عندها وعي، وبنحاول نوعيهم اكتر عشان خاطر احنا داخلين على منعطف تاريخي، منعطف ملوش اي حل، مش عارفين المنعطف هيودينا فين. بس الحمد لله طول ما احنا واثقين ان ربنا هيكرمنا ويرزقنا ويظبط لنا حياتنا باذن الله، ربنا هيكرمنا ان شاء الله. اهم حاجه بقى لو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو، واي حد عنده اي مشكله يبعتها لنا. قبل ما نقفل الفيديو صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.